الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو حكم صلاة العيدين؟ هل هي سنة أم واجب؟ الجواب: سنفصل في هذا الفيديو تفصيلا يخص أقوال العلماء من أهل السنة. اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على 3 أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. القول الثاني أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث أنها واجب على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهناك رواية عن الإمام أحمد. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني رحمهم الله في مجموع الفتاوي وفي كتاب المغني. واستدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة، يعني الناس أو العلماء الذين قالوا إنها واجب هناك عندهم عدة أدلة سنذكرها في هذا المقال. أولا قوله تعالى: فصل لربك وانحر في سورة الكوثر. قال ابن قدامة في المغني المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من هذه الآية العموم وليس خاصة بصلاة العيد، فمعنى الآية الأمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذبح، فتكون كقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واختار هذا القول في معنى الآية ابن جرير. فعلى هذا لا دليل في الآية على وجوب صلاة العيد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها، حتى أمر النساء بالخروج إليها، كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج. وذوات الخدور هن الأبكار. والاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد أقوى من الاستدلال بالآية السابقة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوي: الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكيدها. وفي الختام إخواننا الكرام، والذي يترجح من هذه الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر إلى صلاة العيد إلا من كان له عذر. وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوي عن القول بأنها فرض عين، قال: وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، والحمد لله رب العالمين.